ولا لحمة ولا فراخ. هنعمل النهاردة مع بعض وجبة اقتصادية جميلة تنفعنا كلنا في آخر الشهر، بمكونات سهلة وبسيطة وما فيهاش أي مكونات خزعبلية، ويعتبر كلها موجودة عندنا في كل البيوت. النهاردة هنعمل مع بعض العجة. هنحتاج بس 4 بصلات، 4 بيضات، حزمة كزبرة، حزمة شبت، حزمة بقدونس، ويفضل ان احنا نستخدم نص حزمة من الشبت، ولو حابة تحطي الحزمة كلها حطي، بس ممكن تدي مرارة بسيطة. اول حاجه ببتدي بيها بان انا بجيب الحله، بحط فيها شويه زيت صغيرين وبنزل عليهم بالبصل، بفضل اديهم تقليبه كده، وبعدين بنزل عليهم بمعلقه توم مهروس. اول لما البصل يبدا يدبل معايا بنزل عليه بالخضره اللي احنا مقطعينها، بفضل اديهم تشويحه مع بعض. واول لما الخضره تبدا تطلع ريحتها بقفل عليها وبركنها على جنب. في بولة فاضية ببتدي احط 4 بيضات، تقدري تستخدمي اكتر تقدري تستخدمي اقل، بس هو كل ما كان عدد البيضات كتير كل ما كانت العجة بتاعتنا خطيرة. تقدري توصليهم ل8 بيضات، بس انا هنا استخدمت 4 بس. بعد كده بدأت اقلب فيهم كويس قوي لحد ما البيض بتاعي بقى عامل زي البيض الاومليت بالظبط. تمام، بنزل عليهم بكوباية من اللبن الساقع، وكنت مدوبة معلقة من اللبن الباودر على نص كوباية مية. اللبن ليه يكون ساقع علشان لو نزلتي بيه وهو سخن ممكن يسوي معانا البيض. بفضل اقلب فيهم كويس قوي، وبعد كده ببتدي انزل عليهم بالتوابل بتاعتي، عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من المرقة، معلقة صغيرة من الثوم والبصل الباودر، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة الناشفة. وبقلب الكلام ده كويس قوي، وطبعا الفلفل الاسود معلقة برضو. بعد كده بنزل عليهم بمعلقة كبيرة، يعني معلقة شاي صغيرة بس هرمية من البيكنج باودر، وبقلب برضو كويس قوي. هنا نزلت ب5 معالق كبار من الدقيق، وبفضل اقلب. كل ما كنتي حسيتي ان الخليط بتاعك سايل شوية زودي عدد الدقيق تدريجي، حسيتي القوام بتاعك تقيل شوية زودي لبن بسيط قوي، لبن ساقع بسيط قوي، وبعد كده لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. بنفضل نقلب كويس قوي عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات موجودة في الخليط اللي احنا هنحطه للعجة. في بيبقى تكتلات كده من الدقيق والبيكنج باودر، بس كل الكلام دوت هيروح مع التقليب المستمر. وبعد كده نزلت هنا بنص كوباية من الزيت على السمنة، قلبتهم كويس قوي. اول لما بدات احس ان القوام بتاعي لسه فيه تكتلات جبت الهاند بلندر، ضربتهم ضرب بسيط كده، حاجات بسيطه قوي، لحد ما لقيت القوام بتاعي خلاص بقى كده تمام، مفهوش اي تكتلات معايا. تمام كده. بعد كده ببتدي انزل عليهم بالخضار اللي احنا كنا مقطعينه من الفلفل. تقدري تحطيهم في البداية مع البصل والخضرة تديهم تشويحة كده، بس انا بحبه بصراحة يكون زي ما موضح في الفيديو كده، بيبقى احسن في الطعم معايا بعد ما العجة بتستوي. جبت هنا البصل اللي احنا كنا عاملينه بالخضرة، نزلت على الخليط، وبعد كده بديهم تقليبة كويس قوي لحد ما القوام كله يمتزج مع بعضيه في البولة بتاعتي. بعد كده جبت الطاجن بتاعي، دهنته دهنة زيت بسيطة بسيطة قوي، لان احنا كده كده مستخدمين دهون في كل خطوة احنا عملناها، بس هنا دهنة بسيطة كده بس علشان العجة بتاعتي ما تلزقش معايا في الطاجن. في الخطوة دي نزلت بالخليط بتاعي في الطاجن. اهم حاجة يا جماعة لما تيجوا تستخدموا الصينية اللي هتحطي فيها العجة بتاعتك، اهم حاجة تكون متساوية، ما ينفعش تكون معوجة علشان ما يبقاش حتة طالعة وحتة نازلة، تبقى كلها متساوية. وبس كده دخلتها الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 من 20 ل 25 دقيقة. بنطلعها وبنعمل لها تيست بعصاية الشيش طاووق او بخلة السنان عشان بس نبقى متأكدين انها استوت من جوه، ونقدر تقدموها مع بطاطس محمرة، بابا غنوج، اي حاجة انتوا حابينها. انا هنا كنت عاملة طماطم وفلفل كده بالثوم، كان خطير يا جماعة، كانت جميلة جدا. وبس كده، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وفولو للصفحة بتاعتي، وهستنى رأيكم في الكومنتات لان رأيكم هيفرق معايا قوي.